السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ معاكم لولي من قناة لولي تشانل، والنهاردة هنعمل مع بعض الجاتو شاتو. اول حاجة هضيف علشان اعمل الصوص بتاع الكيكة هاخد جزء من الخليط بتاعها، فهضيف اول حاجة كوباية السكر، وبعدين هضيف عليها كوباية اللبن واخلطهم مع بعض. انا بعمل الكيك في الخلاط او في الكبة، مش بقلبه على ايدي خالص، وبيطلع حلو جدا، بيطلع كله مخلوط ببعضه وقوامه حلو قوي. وبعدين هضيف عليهم الكاكاو بعد ما يتخلطوا مع بعض كويس جدا. هحط الكاكاو، انا معايا حوالي 3 معالق يعني نص كوباية. وبعد ما يتضربوا مع بعض كويس جدا واحس ان الكاكاو خلاص اتضرب في اللبن كويس قوي، بضيف كوباية الزيت اللي معايا دي بشكل تدريجي لحد ما يوصل معايا القوام زي ما انتوا شايفين كده، زي قوام النوتيلا بالظبط. وبعدين هشيل كوباية من الخليط ده على جنب، احطها في التلاجة لحد ما الكيكة تطلع، وده هيبقى صوص الشوكولاتة بتاع الكيكة. هاخد باقي الخليط واضيف البيض، هحط البيضتين وعليهم الفانيليا، وبعدين هضيف كيس البيكنج باودر، ومعايا كوبايتين دقيق هضيفهم حبة بحبة. انا بكون مشغلة الكبة على اقل حاجة، وبعدين بضيف الدقيق حبة بحبة، وهي شغالة كده بضيف معلقة معلقة علشان الدقيق يتخلط كويس جدا في الخليط، وما يبقاش في كلكعة او في دقيق لسه واضح ما اتخلطش ببقية المكونات. هكمل هنا بقى باقي الدقيق وارجع لكم تاني. وكده بعد ما العجينة كلها اتخلطت ببعضها، معايا صينية طبعا بكون دهناها زيت او زبدة، وفي ناس بتحط دقيق بس انا مش بحب احط دقيق. والصينية دي كان انا بصراحة مش عارفة مقاسها كام بالظبط، بس هي مقاسها متوسط. هوريكم دلوقتي القوام تقيل وحلو جدا ازاي، كأننا مش ضاربينه في خلاط ولا في كبة، بيكون تقيل زي اكنك عاملاه بايدك بالظبط او بالمضرب بتاع البيض. هننزل كل الخليط مع بعض، وبعدين من اسرار الكيكة ومن اسرار نجاحها بجد الخطوة دي مهمة قوي، ان احنا نخبط الصينية كذا مرة كده لحد ما السطح بتاع الخليط يستوي تماما، وتبتدي تطلع فقاعات زي ما انتوا شايفين معايا كده. بالطريقة دي تضمني ان سطح الكيكة هيطلع مستوي كويس جدا زي ما هي في الفرن اهي شايفينها قدامكم. وبعدين كده طلعت الكيكة من الفرن وسبتها تهدى مثلا 5 دقايق، بعدين جبت كوباية صوص الشوكولاتة اللي احنا شلناها في التلاجة وهنزل عليها. لو صوص الشوكولاتة اخف يعني حاجة بسيطة من القوام ده مفيش مشكلة، لكن لو خفيف اكتر من كده الكيكة هتشربه ومش هيبقى حلو خالص. زي ما انتوا شايفين اهو الكيكة عالية وحلوة جدا وطرية وهشة قوي قوي. الكيكة كده كانت لسه سخنة كمان، كل ما بتقعد اكتر وكل ما بتبرد طعمها بيحلو. اهي من جوه عالية وحلوة قوي، لو تلاحظوا الدخان كان لسه طالع منها كمان. طبعا لو سبتوها وبعدين قطعتوها تطلع معاكم احلى بكتير. وكده نكون خلصنا. لو عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك، واشوفكم في فيديو جديد. ايوه خليها عشان بتيجي عامله كانها طريه. يا رب صبحنا وربحنا من